السلام الدراري. غاسمحوا لي عرفت راسي تعطلت، ولكن راه غير حيت التفاعل ناقص. المهم هادي ليبيزود الثاني من ولد الحباس، تصنتوا ليها وردوا لي. دير لي زيادتك وانا فشي كنت وعيش مع القصه. ما لاحظتوش باللي ما عرفتش راسي؟ ماشي حيت نسيت، لا اصلا هادشي اللي كندير هنا كنعاود لكم على راسي حتى لدابا راكم عارفين سميتي كيفاش دوزت صغري. خلينا في النهار اللي خرج فيه الوالد من الحبس. قلت لكم بلي دخلت عليه الوالده مورا ما خرج هو. كتقول لي بلي باباك دار كسيده، خرجات كتجري، ما قالت لي لا فين ولا كيف داير. بقيت تابعها بحوايجها وبسطامها، والله ما قديت نلحق عليها في الطريق. السيده حياتها كامله وهي كتسناه يخرج، ونهار يخرج توقع عليه شي حاجه انا في بلاصتها نسطا. المهم فاش وصلنا للبلاصه اللي دار فيها الكسيده ما لقيناهش، هزاتو الاسعاف للسبيطار. بنادم اللي واقف تما شي كيقول الدوميات شي كيقول حي، غير زادو رونونا وصافي. واخا الله اللي عالم بيا، ولكن كندير للوالده عقلها لبسي حوايجك وما غيكون غير خير. مشينا لداك السبيطار، غير وصلنا قالت لي ما نقدرش ندخل، سير انت سول وقول لي. بقيت كنجر فيها واش هاد الطريق كامله تقول لي ما نقدرش، وجعتنا الوقت ديال اللعب ديال الدراري الصغار. ما قدرتش دخلت انا سولت تما واحد فرملي ظريف، قال لي كيجيك شي حاجه. قلت ليه بابا، مع العلم حياتي كامله تنقول ليه غير الوالد. ديك بابا ما عرفتش منين خرجات. قال لي تسناني انا غندخل نجيب لك الخبار باش ترتاح. وبصح بقيت واقف تما حتى خرج. قال لي واش الوالد ديالك طويل وعنده شويه ديال اللحيه؟ جاوبته هو هذاك. قال لي ما عندك مناش تخاف، راه خليتو داوى مع الطبيب يجيبوا ليه شي حوايج باش يبدل، راه اللي لابس راه تقطعو. وما خليتوش يكمل حتى هضرته. خرجت عند الوالده صافي نوضي دخلي وراه خفي فك النفس. راه بخير انا غنمشي نجيب ليه الحوايج باش يبدل. بقى ينتي معايا هنايا. قالت لي سير ولد الله يرضي عليك. ودخلات وانا غادي للدار كنجري مع عمرو يتنسالي داك النهار. كنخيط في الدروبه غنكون حطمت شي رقم قياسي. وصلت للدار عاد عرفت بلي خلينا الباب ما مسوردش، كون جا شي واحد غير دفعو يتشحل. ولكن هاني كلشي دايز. المهم الوالد ما يوقع ليه والو. كنقلب على الصاك اللي جاب معاه ندي ليه معايا شي حوايج. ما لقيت الصاك في الصالون فين كان بارك. بقيت كندور في البيت ديال الناس حتى لقيتو تحت السرير. حليتو ما لقيتش فيه كاع الحوايج، لقيت فيه بزاف ديال الفلوس. عرفتي بحال اللي ضربني الضو. انا ما عرفتش باش تبليت، سديتو رجعتو لبلاصتو. دخلت للبيت نسيت واحد التيشيرت كبير عليا، واحد السروال اللي تجيني يقدر يجي قدو معاه هو عملاق عليا. غادي خارج وهو يقرصني الشيطان. قال لي دوك فلوس فين تبان 200 درهم وسطهم، خذها راه محتاجها. ما قدرتش نقاوم، دخلت هزيت 200 درهم ما بانتش. اصلا الفلوس ما بقاتش فيهم البركه. كتصرف 200 درهم بحال يلاه صرفت 20 درهم. جريت واحد الزرقاله اخرى تا بغيت نسد الصاك. يدي قالت لي وهزتي 1000 درهم. هزيتها خبيتها في بيتي عاد خرجت. سردت الباب وبقيت كنتاكد منه. عرفتي غير كمل الوسواس القاري. مشيت لعندهم لقيتو بارك مع الوالده مضروب في كتفو وراسو، ولكن ماشي شي حاجه. قال لي منين جبتي هاد الحوايج؟ حسيت بيه باغي يعرف غير واش شفت الصاك ولا لا. قلت ليه ما لقيت صاكك، جبت هادو من عندي وهو يرتاح. عاونتو بدل الحوايج وخارجين. قالت لي الوالده حقا شنو درتي مع اللي ضرباتك؟ قال لي والو، السيده شيبانيه قد امي والغلط مني اصلا ما بقى والو. السيد مفرشخ بحال داخل في تران وكيقول والو. شدينا طاكسي للدار. الوالده مشات كتقاد في الغدا تاني، وبقيت انا بارك معاه داوين كيسول فيا كي غادي مع الامتحانات وكذا. بقيت داير ليه خاطرو في الهضره. ندمت هزيت دوك الفلوس اصلا ما خاصني والو، ويلعاق بيا غادي نطيح من عينو ديال بصح. ولكن ديك الساعه صافي اللي عطا الله عطاه، ما نقدرش نرجعو. تغدينا جبت ليه شي دواء كاتبو ليه الطبيب. بدا بنادم كيجي لعندنا كيقول لنا على سلامتو. ما عرفتش واش على خروجو من الحبس ولا الكسيده اللي دار. المهم الدار عمرها ديال بصح غير العائله ديال الوالده. خوت الوالد عمرني شفتهم. المشكله خوت الوالد عمرهم جاو شافوه في الحبس، حتى خرج عاد جايين يشوفوه. والعائله كيف دايره. في ديك اليومين بقى كيلبس حوايجي واخا كيجيو صغار. قال لنا بلي حوايجو في الرقم على 10 تما.
مشيت معاه يتغدى، خدا داكشي اللي باغي، سولني واش خاصني شي حاجه، قلت ليه لا والو. هو يمد ليا 200 درهم قال لي هادي الا بغيتي شي حاجه. نبني الضمير ديالي ديك الساعه والله. رجعت للدار حطيتها مع خواتاتها، ولاد العبد بجوج ولاو عاطينا غير التسركي. زيد عليها الوالده صبغات شعرها وطلقاتو ثابت ولاو كيغنيو ليا في الكوزين، مربي سطايله انايا في الدار. صافي درك خاطرك شنو كيغنيو المشكل؟ تيغنيو داكشي ديال الحساسين، الطراب والملحون الاندلسي وداكشي. وعدوك ما تبغيش ليه العيشه، بحال انا ما كاينش معاهم، ولكن هاني خليهم يعيشوا. حتى لواحد العشيه بارك معاهم ولا تقول ليه عقلتي على واحد الاغنيه كنتي كتغنيها ليا ديما يا مطلافاك. انا بارك وسطهم وكندور في راسي، كنشوف فيهم كنحس براسي داخل شي فيلم هندي، عايش مع الشاب خالد وديانا حداد وبزاف ومرضوني. كون غير شي صوت زوين انا باغيها، وكنت نتسنى غير تدخل مع المعقول تسولو منين كان تيجيب الفلوس. بلاش واحد الوقيته وليت كنقول كون غير بقى في الحبس السيد ولا حاضي معايا بحال في عمري 4 سنين، خاصو يعرفني فين خارج مع من كنوقف فاش كنتفرج زعما الزيار باش ما نخرجش الطريق ولا ما نعرف. انا كنجمع ليه حتى لواحد الصباح فقت مبشقال، لقيتو كيوجد الفطور مع الوالده وكيغني لها ديدي بلا حشمه بلا حيا. صافي النقطه التي افاضت الكاس. قلت ليه ويلي الوالد، راك الوالد ولكن الوالده فوت عليك باش نبقاو زوينين، وانا كلشي نقبلو الا قله الحياه والاحترام. تبغي انت اللي يدير لك هادشي مع امك؟ بقاو كيشوف يلا فايق وما شاباش نعاس ما فهمو حتى شي حاجه. قال لي شنو كتخربق تما؟ قلت ليه صباح النور ودخلت نغسل وجهي، فطرت وتحركت لليسي. اخر نهار ليا فيه دوزتو ورجعت للدار كنسمع خواتهم ما نضروش العمار خلعوني، انا خليتهم تسمن على عسل وما عرفت دابا مالو. المهم حليت الباب وهي تجرني الوالده من قبيتي، قلت لي واجي تشوف ولد الرجال واللي يدير فيهم الثقه. جاي 17 عام وانا كنتسناه، كلشي كيقول لي تطلقي وتزوجي بغيره وسيت سيدو، وانا كالهبيله كنتسنى. فاش خرجت سيمانه قال لك باغي يتزوج يجيب عليا الدره. دابا هذا ماشي ولد القاف. طماتني حبست الضحكه غير بزز كنشوف فيه واش هاد الهضره بصح. قال لي واش صرعتها 4. في الاول كيصحابنا واش غير كيضحكوا معايا، حتى لاحت لي الوالده الساكو من الشر. قالت لي تبع حوايجك. انا بدون شعور طياره هبطت كنجري مع الدروج، عرفت الساك هو اللي فيه الفلوس. وصلت كيف هزيتو لقيت الوالد واقف ورايا باقي يشوف بحال حس بيا عارف شنو كاين في الساك. قال لي ارا وطلع لداركم. مديتو ليه وطلع للدار ما عرفتوش فين غادي. تهلاو الدراري.